الدولار الأمريكي يهبط أمام الجنيه المصري ليصل إلى 48 جنيه و42 قرش في البنك المركزي المصري. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في فيديو النهاردة. الدولار عامل إيه قدام الجنيه؟ ناس كتير مستنية تعرف آخر تحديث لأسعار الدولار في البنوك المصرية. النهاردة التلات 12 أغسطس 2025، بداية التعاملات شهدت استقرار في سعر الدولار قدام الجنيه المصري. في البنك المركزي المصري السعر وصل ل 48 جنيه و42 قرش للشراء و 48 جنيه و56 قرش للبيع. أما في البنك الأهلي المصري وبنك مصر السعر كان متشابه ليصل إلى 48 جنيه و44 قرش الشراء، بيع 48 جنيه و54 قرش. وفي باقي البنوك في البنك الأهلي المصري سجل الدولار 48 جنيه و44 قرش للشراء و 48 جنيه و54 قرش للبيع. أما في بنك مصر فسجل الدولار شراء 48 جنيه و44 قرش، بيع 48 جنيه و54 قرش. أما في بنك الإسكندرية فسجل الدولار شراء 48 جنيه و44 قرش، بيع 48 جنيه و54 قرش. أما في البنك التجاري الدولي CIB فسجل الدولار 48 جنيه و54 قرش للشراء، بينما سجل بيع 48 جنيه و44 قرش. أما في مصرف أبو ظبي الإسلامي فسجل الدولار شراء 48 جنيه و52 قرش، بيع 48 جنيه و62 قرش. وبكده نكون وصلنا لآخر تحديثات أسعار الدولار النهاردة. شاركونا في التعليقات توقعاتكم لأسعار الفترة اللي جاية، وما تنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد أول بأول. سلام.